ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حكاية جديدة من ضمن حكايات الرعب. الحكاية دي طبعا حصلت. انا كل الحكايات اللي بحكيها الرعب بتبقى حقيقية وبالفعل حصلت، سواء ليا او لناس اعرفهم كده، يعني اتحكيت لي بجد وعن صدق. المهم ندخل في الموضوع. كان في اتنين شباب لسه متخرجين وكده. فالمهم الشباب دول اتخرجوا من الجامعة وكده وكانوا قاعدين في، يعني في بلد أرياف أو حاجة زي كده، واتخرجوا عاوزين يدوروا على شغل. فطبعا مجال القاهرة الشغل فيها كتير، فجم القاهرة ودوروا على شغل وفضلوا ينزلوا ويروحوا. فضلوا كده يجي شهر لغاية ما عرفوا على ايه، هما كانوا يعني زمايل وكده، فلقوا شغلة كويسة واتقبلوا فيها الاتنين وأجروا شقة طبعا عشان كانت في القاهرة الشغلانة، فأجروا شقة علشان يروحوا منها ويروحوا كده يبقوا جنب الشغل. المهم الشقة اللي أجروها دي كانت في وسط البلد في باب اللوق، حتة حيوية ومليانة ناس ومعروفة منذ قديم الأزل، وحتة يعني زحمة وحيوية فيها كل حاجة. المهم بعد ما الاتنين الشباب دول أجروا الشقة عشان يبتدوا يروحوا شغلهم، الشقة ما كانتش نظيفة طبعا خالص، والظاهر كانت مهجورة بقالها فترة، يعني ما كانش حد ساكنها، كانت مهجورة بقالها فترة طويلة. فالمهم قالوا البواب خد القرشين دول، هتاخد كام؟ عاوزين تنضفها تنظيفها كويسة، هاخد كذا. تمام تمام، نضفها. الشقة بقت نظيفة وكويسة وكل حاجة. فقعدوا حطوا حاجتهم ووضبوا هدومهم وابتدوا يعيشوا حياة عادية عشان يبدأوا يروحوا شغلهم ويجوا يعيشوا حياتهم عادي. اللي كان بينزلوا شغلهم على الساعة 7 7:30، ويروحوا كل يوم يكونوا في البيت على الساعة 5 تقريبا، 5 وشوية، كل يوم على النظام ده. فكانوا بيروحوا يفطروا في الشغل وييجوا يبتدوا يعملوا الاكل، اذا كانوا ياخدوا شاور يحطوا هدوم في الغسالة، يبتدوا يعملوا اكل، ياكلوا على الساعة 8 ويبتدوا يسهروا شوية يقعدوا كده ويناموا. فالمهم هما بقى في يوم جاي جم وخدوا الشاور شغلوا الغسالة، بيبتدوا يعملوا الاكل عشان يتغدوا. الاتنين بيساعدوا بعض، او واحد بيعمل حاجة واحد بره بيتفرج على التلفزيون او قاعد على الموبايل بيجي يساعد التاني. المهم ما علينا اختصارا للوقت، ف واحد منهم بيعمل الاكل، كل ما يحط حاجة، الطبق الحلة معلقة اي حاجة اللي بيعملها، يحطها في مكان في المطبخ يلاقيها مش موجودة في مكان تاني خالص. يعني يحط حاجة على الرخامة يجي يلاقيها على البوتاجاز، والعكس، او يلاقيها مش موجودة اساسا. طب وبعدين ينده على التاني زميله التاني، انت ما شفتش كذا؟ انا حاطط لسه كذا. لا ما شفتش، ما فيش حاجة بره وما فيش حاجة وانا ما جيتش اصلا ناحيتك. بيصلي على النبي. طب بعدين في ايه؟ شوية يعمل حاجة تانية، طب اكمل بقية الحاجة. المهم الحاجة فين وفين تظهر في مكان عكس اللي هو كان حاطه فيه. طب ازاي؟ ده الحاجة المختفية، والحاجة اللي اتنقلت قدامه تلاقيها محطوطة في حتة ما هو ما حطهاش فيها، حتة تانية خالص مختلفة تماما تماما. فالمهم الموضوع ده طنشوه. يعني مرة عدت يمكن مرهقين من الشغل كده كده عدت. طب الحكاية دي بقت تتكرر بقت تتكرر كل يوم، يعني تتكرر يومين ورا بعض، يوم التالت لا، او كل يوم تتكرر. المهم بتتكرر كتير، ومش الحاجة دي بس، لا ده بتتكرر مواقف تانية كتير متعددة. زي بيجوا ينشروا الغسيل، اوكي، حاطط الغسيل طلع من الغسالة حطه في طبق الغسيل، راح يجيب حاجة مثلا وسايب الطبق قدام الغسالة، راح يجيب حاجة، يجي ياخد الطبق مش موجود، الهدوم بالغسيل بالطبق كله مش موجود. الله، ينده على زميله، طب فين الغسيل؟ كنت حاطه هنا، كنت بعمل حاجه مثلا وجاي انشر، معرفش ما شفتش، والشقه صغيره اصلا. طب يجوا يدوروا مش لاقيين حاجه، مفيش حاجه اصلا. طب فين الغسيل؟ عاوزين ننشره. الله، يبتدوا شكوا بقى في الموضوع. هنا بقى الشك الكبير، لان الحاجه ظاهره قوي واختفت تماما، وقلبوا الشقه ومش موجوده، وغسيل كتير وموجود في الطبق ومش موجود خالص.
يعني مكانه معروف ومش موجود، ملوش اصل. اللهم صل على النبي. القرآن ابتدوا يقروا قرآن كتير. المهم الاتنين بقوا يقروا القرآن شوية شوية. قريب من نص ساعة الغسيل ظهر. فين؟ طبق الغسيل بحاله زي ما هو، بس فين؟ مش قدام الغسالة زي ما كانوا حاطينه. هما كانوا حاطينه قدام الغسالة. ظهر فين بيدوروا في الشقة لقوه في البلكونة على الأرض، الطبق وكل حاجة. الله، احنا ما حطيتش الطبق هنا، ما لسه مدور هنا وما كانش فيه حاجة، وانا حاطه هناك وجيت هنا وما فيش، والشقة كلها. لا كده حاجة مريبة. انشروا الغسيل. ابتدوا يتفقوا مع شيخ بعدها بيوم، قالوا حصل كذا 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 في الشقة واحنا لسه جداد وكده، والشقة دي كانوا سامعين، والبواب قال لهم كانت مهجورة 3 سنين محدش بيسكنها. كانت مهجورة 3 سنين محدش بيسكنها. المهم الشيخ قال لهم طب سيبوني، اخرجوا يا حضرات انتوا الساعتين دول، قضوا مصلحة، اقعدوا على قهوة، اقعدوا على الكافيه، تسوقوا تحت اي حاجة، سيبوني في الشقة دي ساعة لوحدي ساعة. المهم سابوه. كلمهم قال لهم تعالوا انا مستنيكوا عند باب الشقة. بس قال لهم اقفلوا الباب ما تدخلوش، اقفلوا وهننزل وهنتكلم وهنفهم كل حاجة تانية. اوكي، خدوه قعدوا على اي مكان. خير. قال لهم الشقة اللي انتم مأجرينها دي الشقة دي مسكونة بالفعل. ازاي؟ قال لهم مسكونة، والجماعة اللي فيها اللي هم عمار البيت اللي ساكنينها، هم مش عمار البيت بقى، يعني اي شقة فيها عمار بيت، عمار بيوت، وفي ساعات بيبقوا كويسين وساعات مش كويسين. لا دي مسكونة بقى، يعني الشقة دي فيها جان، يعني فيها جن ساكنها. المهم قال لهم في جان، والجان ده يعني مش عاوز حد يقعد في الشقة، ما أصح عاوزة تفضل ايه، فاضية زي الأول، تبقى بيحبوها تبقى فاضية ليهم من الآخر كده. اللي هم قبائل، يعني الجن، عشيرة الجن دي قبائل زي الإنسان كده، قبائل، كل قبيلة وليها طباعها وليها أسلوبها. فدول قبيلة عاوزة هدوء تام، وعاوزين يتعايشوا في المكان بتاعهم 100%، مش عاوزين أي إنس يدخل عليهم بس. فقال لهم احنا 3 أيام ورا بعض هاجي، وانتوا طبعا مش هتطلعوا معايا، هقعد ساعة ونص كل يوم، هقرا حاجات بقى معينة، وليه بقى حاجات معينة عارفها. المهم طب ال3 أيام دول الشباب هيباتوا فين؟ قال لهم أي مكان، شوفوا أي حاجة. المهم راح عند ناس كانوا متعرفين عليهم، قالوا لهم معلش ده هو 3 أيام بس لظروف، ما لهمش ايه هي الظروف بقى، ظروف معينة قهرية وكده، وهنضطر نقعد 3 أيام بس وخلاص. فبالفعل قعدوا، والشيخ قام بواجبه ال3 أيام، وبقى يقرا كل يوم، يقعد ساعة ونص يقرا في الشقة دي كل يوم لمدة ساعة ونص في اليوم. عدوا ال3 أيام، قال لهم خلاص اطلعوا وبلغوني، وبإذن الله مفيش أي حاجة. المهم وهو بيدخلهم الشقة يعني قال كلمتين ان صلح او حاجة زي كده، ان بحيث يبقوا هم ايه راضين عنكم، امين امين اوكي. دخلوا قال لهم هيعدي 2 3 4 قولولي، مفيش حاجة قولولي، في حاجة قولولي. المهم عدى يوم تمام مفيش اي حاجة، اليوم التاني تمام مفيش حاجة، اليوم التالت برضو تمام مفيش اي حاجة، اليوم الرابع الاخير قال له هو اقصى حاجة هتبقى 4 أيام، لو مفيش حاجة خالص يبقى انتوا كده فل الفل والشقة مفيش حاجة. عدى بالفعل رابع يوم ومفيش اي حاجة. قالوا له يا شيخنا احنا ال4 أيام زي ما قلت لنا بقينا نتابع كل يوم مفيش حاجة، ال4 أيام ورا بعض زي بعض مفيش اي حاجة. قال لهم كده تمام، كده تمام وزي الفل وخلاص، بس واظبوا، يعني انتوا قاعدين في الشقة واظبوا يوميا على الأذكار الصباح والمساء قبل ما تروحوا شغلكم بعد ما تيجوا من الشغل، ودايما اهتموا بانكم تشغلوا قرآن شوية، تقروا برضو قرآن كده، يعني علشان الحاجة تبقى مباركة مفيش حاجة جديدة تخش فيها في الشقة. قالوا تمام، وبقوا يعملوا الموضوع ده على طول وعادي وعايشوا خلاص. يعني الحكايات دي اللي انا بقولها دي حاجات فعلا حصلت بالفعل، وعلى فكرة وبتحصل، وفي
في منكم اكيد عاش الحكايه دي او عاش حاجات زي كده عموما، او عرف او سمع ان الحاجات دي متواجده بالفعل وبتبقى موجوده وكده. لو عجبكم الفيديو دوسوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد انزله يوصلكم. سلام.